كتير منا بضل طول السنة ما بيكمش كتاب، وليلة الامتحان بيصحى ضميره الدراسي وبيبلش يفكر كيف بده يدرس 50 أو 100 صفحة بيوم واحد بس. هذا الفيديو عملتلكن اياه لورجيكن طريقة الدراسة قبل الامتحان بيوم واحد. من هيك تابعوا الفيديو للآخير، ولا تنسوا تعملوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة تشجيعا لنا. بداية إياك ثم إياك من التوتر، ولا تلوم نفسك على الوقت اللي راح منك. فكر بيومك وبس، وبلا توتر وبكي لأنه ما بيفيد. هلأ لازم نفكر بالشي العملي وبس. الأمر الثاني، ادعي الله دعاء الدراسة، واللي هو: اللهم ارزقني حسن الفهم وجودة الحفظ وقوة الاستيعاب. اللهم أنت ربي وعليك أتوكل، وبك أستعين وبك أقوى. اللهم علمني وفهمني وكن لي نصيرا يا أرحم الراحمين. وهلأ بعد ما ارتاحت نفسيتنا وقوينا بوجود الله معنا، صار وقت نبلش خطوات الحفظ. يلا نبلش. كتير مهم نشوف أسئلة امتحان السنوات الماضية. هذا الشيء رح يخلينا ناخد فكرة عن طبيعة الأسئلة بالامتحان، ونعرف قديش على التعريف في علامات وقديش على المسائل في علامات كمان. بهالطريقة رح نعرف شو نركز أكتر شيء بالدراسة. الخطوة الثانية، إياك بالعشوائية. لا تفتح الكتاب وتدرس من كل صفحة سطر، هيك رح تتشتت كتير. لازم تفتح الكتاب وتبلش من أول شي وتدرس الأمور المهمة بس اللي حكى عنها أستاذك وركز عليها. الشي الثالث اللي حابة لكم إياه إنه دراسات كتير أثبتت إنه الدراسة عن طريق الكتابة أفضل بكتير من القراءة فقط. من هيك اكتب كل المعلومات المهمة بطريقة حلوة، واعمل خريطة مفاهيم لأنه كتير بيساعدك على تنظيم الأفكار. والخطوة الرابعة، كل ما تخلص جزء من الكتاب خد قسم الراحة 10 دقايق. والخطوة الخامسة، أفضل طريقة للحفظ السريع وهي أنك تشرحها لناس وهميين. يعني احسب في ناس قدامك وطلاب وقاعد عم تشرحها لهم، كتير رح يفيدك هذا الشيء وتترسخ المعلومة بوقت قصير جدا بدماغك. ليش عم تحكي انت وياها مع رفيقتك؟ خلص عم نشرح. والخطوة السادسة، بعد ما تخلص نص الدراسة اللي عليك، راجع أهم الفقرات اللي درستها بشكل سريع لتتأكد إنه رسخت بدماغك. وضل بهالطرق اللي حكيناها عم تدرس ليصير وقت النوم. كتير مهم ننام قبل الامتحان أقل شي 7 ساعات، لأنه النوم مفيد جدا لتترسخ المعلومات بالدماغ، لأنه الدماغ بيراجع كل اللي درسناه، يعني كأنك عم تدرس وانت نايم. ولا تخاف إذا ما خلصت كل اللي مطلوب عليك، واصحى تاني يوم واسترخي ولا تتوتر، لأنه هذا التوتر رح ينسيك كل شي درسته. خلص انت عملت اللي عليك واترك الباقي على الله. ولما تكمش ورقة الامتحان قول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وقول يا رب وما رح يصير إلا اللي الله كاتبه. وهيك بيكون خلص الفيديو. بتمنى تكونوا حبيتوه واستفدتوا منه. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس كل ما عائلتنا تكبر. بحبكم كتير وبشوفكم فيديو جديد. سلام.